النهاردة هنتكلم عن العين. في 3 عين: عين نقية، زي عين الأطفال، وعين حاسدة، وعين نقمة، وعين شاكرة. 4. العين النقية اللي هي زي عيون الأطفال، اللي بتبقى بسيطة، بتشوف كل حاجة حواليها كويسة جدا، بتشوف كل الناس حلوة، بتشوف كل الناس بركة، بتعذر الناس، ما بتشوفش العيوب، بتشوف بس المميزات. دايما شاكرة ربنا ومتضعة جدا وبتحب كل حد. العين النقمة اللي هي مش شايفة غير كل السلبيات اللي حواليها، مش شايفة حد كويس أبدا، ولا شايفة ان في حد ممكن يتوب وممكن يبقى كويس وممكن يتغير. ممكن كمان انها مش بتشكر ربنا خالص على اي حاجة، دايما تنقد اللي حواليها، تنقد عيشتها، تنقد اي حاجة بتمر بيها، حتى لو كان مثلا يعني الوقت مؤقت. العين الشاكرة عين طيبة وعين راضية عن كل اللي بيحصل لها. ساعات بيحصل لها حاجات حلوة، ساعات بيحصل لها حاجات وحشة، ساعات بيحصل لها حاجات إيجابية، وساعات بيحصل لها حاجات غير إيجابية، لكنها راضية وشاكرة وتشكر ربنا على كل حال، وحاسة إن بكرة أحسن من النهاردة، وبتساعد اللي حواليها وبتحاول تخدم على قد ما بتقدر. العين دي بتبقى عين دايما عينها على ربنا وعينها على المسيح، وعينها دايما بتكون بتحاول انها تودي اللي حواليها وتساعدهم وتخدمهم. في عين كمان شريرة اللي هي بتحسد اللي حواليها، لما تشوف حاجة كويسة عند حد تبقى مش مبسوطة، تبقى نفسها تكون الحاجة دي عندها هي، ما تكونش عند غيرها. ما بتبقاش مبسوطة لو حد نجح، تبقى هي عايزة النجاح ليها هي وبس. دي عين بتبقى غريبة جدا وربنا مش بينبسط بيها ولا بيبقى سعيد بيها، لأنها بتكون أنانية بطبعها، وربنا مش بيحب الأناني، بيحب الإنسان المتضع، بيحب الشاكر الراضي الخدوم. يا ريت كلنا نخلي بالنا ونشوف نفسنا احنا أي عين، ونحاول نغير نفسنا لو كنا من العيون الصعبة، لأن ربنا خلقنا كلنا ان احنا نكون على صورته ومثاله، ونكون سبب بركة لا سبب لعنة. كبسولة ليا وليك.